صدقوني على قد ما جربت لي غوسيت نتاع الحوت بكل الطرق. والله يا البنات ما راح تلقوا ابن من هاد لا غوسيت. مستحيل مستحيل مستحيل. جربوا كامل لي غوسيت مش راح تلقوا ابن من هاد لا غوسيت. الا شفتوا الفيديو راح تعرفوا على واش راني نهضر. شوفوا لي بطريقه نوري لكم الطريقه اللي تفتحوا بها الحوته من ظهرها، وشوفوا لي على هذيك الخلطه اللي حطيتها من الداخل. الريحه ما نحكي لكمش بنه وريحه و... شوفوا لو كان نقعد نهضر عليها العام الجاي مانيش راح نقول لكم قداه هاد الخلطه نتاع الحوت خطيره خطيره خطيره. جربوها البنات وما تندموش، ساهله وما فيها والو. اول حاجه عندنا هنا 3 حوتات، انا حطيت لكم غير هنايا زوج خاطر الصينيه ما تكفينيش. راكم تشوفوا فيها كيف محلوله الحوته، هذه راهي محلوله من ظهرها ماشي من كرشها، من ظهرها. جبت الحوت غسلته، نحيت له هذوك الزعانف نتاعو. شفتوا هذوك الخياشيم هذوك اللي منا ومنا في الجنابات، نحيتهم ثاني، نظفتهم مليح، نحيت لهم الدم نتاعهم. هذوك الخياشيم هما اللي خلاو لكم الزفره لريحه الحوت، هذيك الزفاره تاع الحوت تبقى في الحوته بصح. هكا تنحى كامل. شفتوا البنات كيف قفلت لكم الحوته ومن بعد تحطي الموس من جهه راسها وتهبطي كامل حتى تفتحيها من ظهرها. هاد الخلطه تصلح، لازم الحوت تفتحيه من ظهره ماشي من كرشو باش تجيك بنينه والخلطه كامل تدخل في الجوانب. المهم البنات هنا جبت حليتهم ونظفتهم. جبت القارص، عصرت عليها القارص، جبت الخل، حطيت لها قطرات نتاع خل، جبت الملح، حطيت لها الملح، وجبت الكمون وراح درت لها الكمون وراح ندخل مليح هذوك الخلطه كامل اللي درتها الاولى اللي هي قارص، خل، ملح وكمون. دخلتهم بيا، اني درت الحوته الاخرى وهذو في زوج ثاني درتهم، هذه مبدئيا الاولى. وهنا عندي فلفل مش حار، فلفل عادي. ديروه في الاشوار، ديريه في دقيه عادي كما تحبي. انا دقيته نحب المهراس صراحه بنات. انا هنا عندي كما قلت لكم الفلفل اللي يكون ماشي حار. ومن بعد جبت الثوم، جبت تسمى كسري ثوم، واحد 2 مغارف كبار معمرين خاطر احنا عندنا 3 حوتات. 2 مغارف كبار معمرين. وجبت قرن فلفل حار، فلفل حار يشوي، تسمى هذا موش راح يبان شويه في الحوت خاطر درنا الفلفل اللي مش حار كثر. تسمى الفلفل الحار وشوفوا غير شويه برك. دقيتهم معاه. هذه هي الخلطه اللي راح تزيد لها بنه على بنه البنات. غير تحطوا هذا الفلفل الحار والثوم راح تبدا الريحه تطلع. المهم البنات دوك تشوفوا الخلطه واحده واحده تشوفوها بالتفصيل. هنا واش درت؟ عندي طبسي، جبت فيه 3 حبات طماطم، قطعتهم صغير بتي كاري. هنا 3 حبات طماطم قطعتهم صغار 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 صغار. واش راح نحط عليهم؟ راح نحط عليهم الفلفل. اول حاجه ماشي الفلفل، القزبر والمعدنوس. بنات الخلطه خطيره. حطيت الطماطم بتي كاري، حطيت عليهم الدبشه والمعدنوس، وحطيت عليهم الزروديه مكرفجه، الزروديه مكرفجه كما تقول. خلطتهم كامل مليح هي هنا، وبدات تطلع الريحه. ما بالك نكملوا المكونات الاخرين. حطيت هنا الفلفل. شوفوا البنات راني ندخل فيهم واحده واحده، كل ما نحط مكون ندخل كامل مع بعضها وتبدا تطلع لك الريحه يا البنات. وهذا المكون اللي راح يزيد البنه ويزيد الريحه، الثوم والفلفل الحار. غير نحطوهم تبدا الريحه تطلع خلاص. وش راح نحكي لكم يا البنات؟ خلطه خطيره تاكليها بالحوت بنه ولا اروع. مهم البنات هنا بعد ما كملت حطيت الثوم والفلفل الحار، راح نعصر القارص. نفس الحوايج اللي حطيناهم في الحوت راح نعاودوا نحطهم، قارص وخل وملح وكمون. وهنا راح نزيدوا القزبر ناشف، راح يزيد لها بنه على بنه. شوفوا البنات هنا راني عصرت القارص، نخلونا واحده واحده. راني عصرت القارص خلاص، نخلطهم مليح. ومن بعد واش نزيد شويه تاع الخل
شوفوا البنات هنا حطيت الكمون، زودوا شويه كمون، الحوت يحب الثوم والكمون. هنا حطيت القزبر ناشف، قزبر ناشف. وهنا حطيت شويه تاع الخل، هنا حطيت الخل. وش بقى لنا دركا؟ بقى لنا الزيت والملح. هنا حطيت الزيت وبقات لي الملح وملحي باسكو الحوت يحب الملح، الا جاك صامت ما يجي فيه حتى بنه، ملحيه. شوفوا البنات نقول لكم واحد الريحه راهي تطلع. تخيلوا الكمون والثوم والفلفل الحار والزروديه والقزبر والمعدنوس والبنه لا تقاوم، بنه خطيره. شوفوا البنات هنايا راح نحط اخر حاجه اللي هي الملح، وذوقي حطي هكا صبعك وذوقي. هنا راح نحط الملح، راح نخلط كامل المكونات مع بعض، ومن بعد نروح نجيبوا الصينيه نتاع اللي راح نحطوا فيها الحوت. انا هنا ما حبيتش نحط الحوت كامل يعني على هذه البنات خطوه اختياريه. الفلفل الطماطم كونسونطري هذه راهي خطوه اختياريه، تحبوا ديروها تحبوا ما ديريهاش. انا برك حبيت نديرها باش تعطيني لون كي تشوى الحوتات راح يعطيوني لون ما شاء الله. البنات تحبوا ديروها وتحبوا ما ديروهاش. هنا راح جبت الصينيه، كنت حطيت زوج حبات تاع بطاطا صغار، قطعتهم هكا دي غونديل، وراح نحط عليهم شويه نتاع الخلطه، نخلط كامل مع بعض. انا راح نستعمل يدي بالمغرف، ما نقدرش ندخل هاد المكونات كامل. ومن بعد نجيبوا الحوتات تاعنا بعد ما خليناهم في الخل والملح والكمون والقارص. شوفوا هنا راح نحط 3 حوتات توعي. هذه الحوته الاولى، شوفوا كي حطينا لها القارص والاخر تحسوا بلي بياضت. القارص والخل والملح والكمون. اوكي البنات خلاص، انا هذاك لاصوص اللي قاعده في الصينيه زدت كملت حطيتها باسكو راهي كامل من الخلطه. هنا واش ندير؟ نبدا نعبي في الكرش نتاع هذاك الحوت، نبدا نعمر. حطي قد ما تقدري الخلطه، يعني ديري بزايد. هذه الخلطه تكفي 3 حوتات، درتي اكثر زودي اكثر. شوفوا البنات كيفاش راني نعمر في هذيك الحوته، والريحه ما نحكي لكمش اللي تطلع لي. واحد الريحه، ريحه هذوك الخلطه بنينه 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 بنينه، ما نحكي لكمش كيفاش بنينه. شوفوا البنات هنا راني حطيت الخلطه كامله. هنا واش راح ندير؟ اللي بقى لي في الطبسي راح نحط عليه قطره تاع ماء وقطره نتاع زيت، ونحطها على الجناب ماشي فوق الحوت، على الجناب. دوك تشوفوا البنات هنا حطيت قطره تاع ماء، شوفوا الماء قدوه شويه تاع الماء وراح ندير عليها قطره نتاع الزيت. دوك نوري لكم البنات، تشوفوا الطبسي كيفاش فيه قطره نتاع الزيت، ونحطوها على الجنابات ماشي فوق الحوت. شوفوا البنات كيفاش راني نحط على الجناب ماشي فوق الحوت. ديجا دوك نقفلوها مليح بالبابي الومنيوم وندخلوها للفور، ولا تقدري تحطيها فوق الكويزينير عادي جدا على درجه حراره قليله، يعني 150 درجه الا كانت في الفور. والا كانت فوق الكويزينير ديريها على نار قليله. شوفوا هنا زينتها كبلي طرونش تاع القارص، زينتها باش تعطيني منظر. لا شوفوا لي هذاك المنظر، شوفوا لي هذيك البنه وهذيك الروايح اللي راهي تطلع. البنات جربوها ورجعوا لي واحد البنه يا البنات، واحد البنه. شوفوا البنات هنا بعد ما خليتها غطيتها بالبابي الومنيوم وخليتها على نار قليله، بعد ما طابت وخلاص فتحت عليها حليت لها شويه من الفوق، يعني فتحت لها النار من الفوق في الفور، دخلتها في الفور شعلت لها النار من الفوق حتى تشوات كيما راكم تشوف. شوفوا لي البنات مرسو تاع خبز وتحطي فيه هذيك الخلطه مع الحوت وكولي وقولي وردي لي بالخبر. البنات واحد البنه ما تحبسيش، حطي الصينيه قدامك وبداي كولي. شوفوا البنات انا نسيت روحي، بقيت ناكل من كل حوته شويه. بنات واحد البنه الريحه كي نقول لكم خيال. احسن خلطه واحسن وصفه للحوت
ديروها. تقدري ديريها في السردين، تقدري ديريها في الحوت الكبير، تقدري ديريها وين ما حبيتي. البنات هذه الوصفه تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تكون استفدتوا، وان شاء الله نكون وصلت لكم كامل المعلومات بالتفصيل الممل. وان شاء الله اللي وصل لهنا ما ينساش يدير لي لايك وتنوروني بالاشتراك تاعكم. وان شاء الله كل يوم عندنا غوسات باذن الله، كل يوم عندنا غوسات. وان شاء الله تعجبكم لي غوسات نتاعي، ونتمنى ما تبخلوش عليا باللايك. وباي باي البنات في فيديو جديد ان شاء الله.